تدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذاته. النهارده الذكرى 38 لزياره الرئيس السادات الله يرحمه للكنيسة الاسرائيلي، تقول ايه لروح السادات في الذكرى دي؟ هو فعلا تجوز عليه الرحمه ان هو يعني حد كويس جدا، عمل كتير جدا كويس للبلد. 38 سنه انا كنت قد كده، فاستغربنا جدا يعني الجراءه دي، والناس قالت ايه ده السادات ايه اللي حصل له؟ رايح اسرائيل. قول الله يرحمه، بجد هو ده البطل الحقيقي لمصر. أول رئيس على مستوى العالم يروح للعدو في مكانه. خلق الروح المصرية ومن خلال خطابه الكنيست. الله يرحمك، كنت بطل حرب وبطل سلام. والله يرحمه، وكان راجل بطل وقدم لمصر كتير. اقول له نهيت حرب كانت. اقول له وحشتنا يا ريس، وعمرنا ما نسيناك ابدا، وكنت فخر لمصر، فخر للمصريين. شايف يعني الزياره دي كانت كويسه؟ لا، نتيجه كويسه، احنا دلوقتي بلد مستقله. لا، هو ضيع حقنا كلنا لان احنا كنا منتصرين، وعمل معاهده سلام محجمه سينا دلوقتي. كانت في صالح مصر مليون في المية. مش شايف نتائج، والله ما شايف نتائج. هكذب يعني؟ والله انا شايفها ممتازه. كانت كويسه ووحشه يعني في نفس الوقت يعني. طبعا نتائجها حلوه على مستوى العالمي كله، مش على مستوى مصر بس. والحقيقه انا ما حضرتهاش ولا شفتها اصلا، يعني هو كلام كده في اي كلام كده وخلاص.